هقول لحضرتك على 10 علامات بيكونوا واضحين في الشخصية ذات الأنا المنتفخة. أول اللي احنا ممكن نقول عليها إن هي شخصية عندها ايجو انفليشن. واحد، هو معتقد إن هو دايما على صواب، بيرفض دايما إن هو يعترف بالخطأ، مش بيتقبل خالص وجهات النظر الأخرى. اتنين، شخص عنده احتياج دائم بالإحساس بالإعجاب والزهو والفخر من الآخرين اللي حواليه، دايما منتظر من الآخرين الثناء عليه والإعجاب بيه، ولو ده ما حصلش بيشعر بالإهانة الكبيرة. ثلاثة، التقليل من الآخرين هو شيء بيمارسه بشكل كبير، لأنه دايما محتاج إن هو يحس إن هو أعلى عن طريق إن هو يقلل في الآخرين. أربعة، شخص لا يتقبل النقد على الإطلاق، وبيحس بالغضب الشديد لما حد بينتقده أو يرفض أفكاره، ولو أثبتنا بالدليل القاطع إن هو مخطئ يجتهد اجتهاد عنيف جدا إن هو يبرر الخطأ ده أو يعمل بيه إسقاط على حاجة تانية أو على الآخرين. خمسة، شخص محب للسيطرة والهيمنة بشكل كبير، ودايما عايز يحط نفسه في موقف الريادة والقيادة، بيحاول يعمل ده بالذوق أو حتى بالعافية. ستة، مبالغ جدا جدا في سرد إنجازاته اللي ممكن جدا يكون هو الوحيد اللي شايفها. سبعة، التنافس معاه بيكون فيه عدوانية شديدة وبيكون شيء غير صحي للأسف. طبعا هو واحد بيكون بعيد جدا عن فكرة الروح الرياضية. 8، هو لا يتعاطف تماما مع الآخرين ومش بيفهم مشاعرهم ومش بيكون أصلا ده في دايرة اهتماماته. 9، المساحات النفسية والحدود النفسية شيء لا يحترمه تماما، بيخترقه ودايما يفرض نفسه على الآخرين. 10، هو شخص لا يتحمل الفشل ولا يعترف بيه. ممكن حضرتك تعتبر ان دي من علامات النرجسية، ومش هقول لك ان ده بعيد ابدا عن النرجسية، ممكن يكون يعني كلام في محل. المهم ان حضرتك لما تيجي تتعامل مع الشخصية دي تحط خطوط، ما تجادلش، تحط حدود، تكون حازم، المناقشة معاه تكون في صورة أسئلة مش مناقشة رايحة جاية، ولا تنتظر منه الدعم العاطفي ابدا. عرفت تعمل الحاجات دي هتقدر تعيش وتتعايش معاه، ما عرفتش ابعد فورا، ودي نصيحة لوجه الله. سلام.